أيضا من هذه الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها الأعداء لشغل المسلمين عن الرسالة العظيمة التي سالت من أجلها الدماء وطارت من أجلها الرقاب، رقاب أسلافنا طارت من أجلها. دم نبينا صلى الله عليه وسلم سال الدم من على وجهه من أجل أن يبلغ هذه الرسالة وتصل إلينا. من هذه الأسلحة التشجيع على لعب الكرة. انظروا أيها الناس كيف وصل الحال بما يتعلق بالكرة، شيء والله عجيب. صار كثير من الشباب مسحورين من أجل الكرة، كثير منهم فقد توازنه من أجل الكرة، ولا وبراء بغض ومحبة من أجل هذا الجلد المنفوخ، ولا وبراء وربما قتال ومطاعنات ومضاربات من أجل هذا الجلد المنفوخ. نعم، وتضييع للصلوات، يخرج من داره في الظهيرة فتمر صلاة العصر وهو في غفلة، وتمر صلاة المغرب وهو في غفلة، وتمر صلاة العشاء وهو في غفلة، ما يستفيق إلا آخر الليل. نعم أيها الناس، هذا هو الواقع، والله لست أبالغ، إنما هذا هو الواقع المرير. شباب الآلاف يزدحمون في ملاعب الكرة. أين ازدحامهم على العلم؟ أين ازدحامكم معشر الشباب على ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين ازدحامكم على حلق العلم؟ نعم أيها الناس، ترويج للكرة، ترويج وصدقة. من وصف الكرة بأنها آفيون الشعوب، والآفيون نوع من المخدرات، هكذا وصف الكرة بأنها آفيون الشعوب. نعم، ربما تتقاطع دول وليس أفرادا، إنما دول تتقاطع من أجل الكرة. نادي الدولة الفلانية ونادي الدولة الفلانية، تتقاطع هذه الدولة المسلمة مع تلك الدولة من أجل الكرة. وأكثر عليهم من برامج الكرة والدوريات، دوري كدد عالمي، ودوري أوروبي، ودوري آسيوي، ودوري خليجي، ودوري محلي، ودوري كذا وكذا، وذهب العمر مع الدوريات. يا أيها الشباب استيقظوا، يا أيها الشباب انتبهوا لما يخطط له أعداؤكم. تخطيط رهيب. وصلت هذه الدوريات العالمية الخطيرة، وصلت الآن إلى بلاد المسلمين. نعم، وصلت إلى بلاد المسلمين هذه الدوريات الآن. الدوري العالمي فيما يسمى بكأس العالم وصل إلى بلاد المسلمين. نعم، على شروط خطيرة. نعم أيها الناس، أولا الأموال التي تنفق في ذلك، مئات المليارات الدولارات تنفق من أجل الكرة. وكذلك يشترطون على هذه الدولة وإن كانت مسلمة ألا تمنع شيئا، وإن كان يمنعه دين الدولة لا تمنع شيئا. نعم، فإنه سيفد لهذا الدوري العالمي، سيفد ناس من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من دول الكفر، وهم يحملون معهم الزنا واللواط والفواحش والمخدرات والخمور، فلا تمنع شيئا، لا تمنع شيئا من ذلك. نعم، هذا شرط. فبذلك يغزون بلاد المسلمين ويوصلون فسادهم إلى ذلك.